ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين وفي احسن حال يا رب. العيد قرب، كل سنه وانتم طيبين وبالف خير يا رب. طبعا الانتريهات مبهدله وفي بقع والعيال بياكلوا ويحطوا ايديهم على الانتريه وحاجات كده غريبه وعايزين نغسل الانتريه. طب نغسله ازاي؟ يعني هنغسله على الناشف بقى مع بعض. عامله لكم خلطتين جبارين، انا عن نفسي ما بغسلش الانتريه غير بيهم. طبعا الانتريهات لازم تتغسل على الناشف، وناخد بالنا كويس واحنا بنستعمل اي خلطه. ما نكترش او ما نخليش الفوطه اللي هنستخدمها مبلوله قوي علشان الانتريه ما يتبلش. ليه؟ لان ده انتريه مش هطلع انشره في البلكونه، يعني ما ينفعش. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا. الخلطات دي بصوا بقى هتشيل اي بقعه في الانتريه، هتخلي الوان الانتريه يعني ترجع زاهيه كده وبتبرق زي الاول. وريحته بقى، ريحته هتبقى مفحفحه من المكونات اللي هنحطها في الخلطه. تابعوا معايا بقى كمان لاخر الفيديو علشان خاطر هقول لكم طريقه الغسيل نفسها، يعني مش فكره خلطه وبس، لا في بقى طرق للغسيل. نستخدم ايه؟ طب نغسل بيه نعمل ايه؟ كل ده هقوله لكم في الفيديو. بس الاول اتمنى لو اول مره بتشوفي قناتي اتمنى تدوسي على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر اسفل الفيديو، وتفعلي زرار الجرس وتختاري كلمه الكل عشان يوصلك مني اشعار جديد بكل فيديو جديد بنزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير. يلا بقى نبدا الفيديو. بصوا يا بنات، في الاول في سؤال جالي على الفيديو اللي فات بتاع الدوني اللي عملناه مع بعض. كانت بنوته بتقولي طيب هو كده سميك شويه، طب يعني احنا نسيبه كده ولا نخفف ولا ايه؟ بصي حبيبتي، هو انا قلت ارد عليكي في الفيديو علشان خاطر يعني اعرف افهمك عن الكومنتات. انا عملته سميك كده وبحبه كده زي ما قلت في الفيديو لاني عاملاه للبيت لكذا سبب. اولا انا عايزاه مركز. تاني حاجة أنا مش عايزة أخففه، لأن لو خففته هياخد معايا بقى كميات كبيرة وأزايز بقى وحاجات، وأنا ما عنديش مكان إن أنا أشيل فيه كل الكميات دي. في نفس الوقت مش بحب أعمل كمية صغيرة أوفر يعني وأفضل كل شوية بقى إيه، يعني أعمل الدوني تمام. فبعمل كمية متوسطة وبسيبها مركزة، دوني مركز كده، وباخد منه أحط في الخلطات في الغسيل في الغسالة في أي حاجة. يعني أنا بحبه كده. لو انت عايزه تشتغلي فيه يعني، او عايزه تعمليه زي مشروع مربح وكده، خففي زي ما انت عايزه. بتخففيه ازاي؟ بتفضلي تزودي ميه لحد ما السمك اللي انت عايزاه. بس خدي بالك من نقطه، بلاش ميه كتير جدا اوفر علشان برضو ما تاثريش على قوه الريحه وثباته. يعني كل حاجه بتبقى ليها معدل. الكميه اللي انا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات ممكن توصل ل 11 و12 و13 لتر ميه كمان. تمام. ده كان ردي على السؤال. يا رب يا حبيبتي تكوني يعني تشوفيني كده وتوصلك الإجابة كويس. حبايبي بقى اللي لسه ما شافوش فيديو الدوني، روحوا بسرعة بسرعة شوفوه واتفرجوا عليه، هيعجبكم جدا وهينفعكم جدا جدا في تنظيفات العيد. بصوا بقى يا حبايبي، هنبدأ بأول خلطة. عندك مكوناتها يبقى تمام قوي، خلطة تحفة ومتجربة. انا هقول لكم مقادير كمية قليلة وانتوا هتضاعفوا الكمية زي ما احنا متعودين على حسب مقادير الكمية اللي انا قلتها لكم. اول حاجه هاخد معلقه كبيره من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو او بيكربونات صودا زي ما انتوا بتحبوا تقولوها. المهم هي دي بتتجاب من عند اي عطار وحلوه جدا، مهمه في كل بيت لانها بتدخل في تنظيفات حاجات كتيره جدا ومعقمه على فكره. بعدين معانا برسيل جل، ده برسيل جل اللي هو اليدوي العادي، يعني هناخد منه حاجه بسيطه بس علشان يبقى ليه فاعليه اكتر، لانه طبعا هو خاص بتنظيف الاقمشه والانتريه قماش، فعشان يعني يبقى ليه فاعليه اكتر في التنظيف. وهناخد كمان ربع كوبايه خل. تمام، ربع كوبايه صغيره خل زي ما قلت لكم، دي مكونات حبه يعني او كميه صغيرين. ربع كوبايه خل ابيض العادي جدا بتاع الاكل. معانا بقى ايه؟ معانا الدوني اللي احنا عملناه مع بعض يا بنات في الفيديو اللي فات. بصوا بقى فوائده ايه، يعني ما تكوني عاملاه في البيت ومش مكلفك حاجه، هتدخليه بقى في خلطه لتنظيف الانتريه، خلطه لتنظيف السجاد على الناشف، غسيل البطاطين بيبقى روعه، بتخلي ريحه البطانيه روعه كده، غسيل ستاير. المهم يعني مش هنستخسر قوي واحنا بنحطه لان احنا عاملينه بدون تكلفه يعني لا تذكر. ومعانا شويه صغيرين، بصوا يعني فنجان كده ميه من الفلتر او ميه نظيفه يعني، يفضل تكون من الفلتر، تغلوها وتسيبوها شويه تبرد عشان بس الخلطه ايه يعني ما تفسدش من ترسبات الميه العاديه. تعالوا بقى نعملها. هبدا بيها البيكربونات، هاخد معلقه كبيره اهو، اهي تمام. بعدين الخل زي ما قلنا ربع كوبايه صغيره خل.
هيحصل التفاعل ده، مفيش اي قلق، ده طبيعي. تمام. معايا كمان البرسيل الجل، اي حاجه، اي منظف عندك، حتى ممكن لو عندك اللي هو المسحوق بتاع غسيل الملابس، البودر العادي يعني، مفيش مشكله. بس انا بحب الجل في الوصفات علشان بيسهل الدمج اكتر وما بيحببش كده ويبقى حبيباته رخمه في الدمج. واستنوا الفيديو، هعمل معاكم البرسيل الجل قريب جدا عشان ينفعنا في التنظيف والحاجات دي كلها. بصوا هنزل بايه، مش كتير علشان انا مش عايزه رغوه كتير، يعني كده كفايه قوي. شايفين حاجه بسيطه يعني، برضو في حدود قيمه معلقه طعام كده، ويمكن اقل اهو، علشان مش عايزه رغوه كتير. بعدين شويه ميه زي ما قلنا، ميه من الفلتر اهو، برضو مش كتير، بس ميه عشان تساعد على مزج الخليط ده يعني اسرع. بعدين الدوني حبيبنا اللي احنا عاملينه بايدينا، احسن حاجه يا بنات لما تعملي الحاجه كده بايدك تحسي انك فخوره. بصوا هاخد منه معلقه اهي كبيره اهي، نقلب بقى. عايزه اقول لكم ريحه الوصفه بسبب الدوني رهيبه رهيبه يا بنات بجد اهي. بصوا بقى هنفضل نقلب الخلطه حلو جدا جدا اهي، لحد ما نحس ان كل المكونات خلاص امتزجت ببعض والدوني داب كده في المكونات. طبعا ريحتها روعه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الوصفه التانية، وبعدين هقول لكم الطريقه بالظبط اللي هنحطها ازاي على الانتريه وبطريقه ايه بالظبط. بصوا بقى يا حبايبي، الخلطه التانية بتاعتنا هنعملها ازاي. برضو هنجيب بيكربونات صوديوم او صودا، وهنجيب معاها بقى ملح ليمون. طيب منين؟ من عند اي عطار، اي عطار. والحاجتين دول ما يعني بيتك ما يخلاش منهم، لانهم فعلا حلوين في التنظيف والتعقيم وفي كل حاجه. اعرفهم ازاي؟ بصوا اهي عشان بس تبقى واضحه. البيكربونات يا بنات بتبقى عباره عن بودر ابيض، بصوا شكلها زي بودر شويه او حبيباتها صغننه خالص، بصوا. طيب ملح الليمون شكله ايه؟ شبه السكر اهو، انتوا عارفين عاملين زي الفرق ما بين السكر والملح بتوعنا شويه اهو. ده ملح الليمون شبه السكر جدا. طيب هناخد قد ايه بقى؟ الاول احنا زي ما قلنا الوصفه هنستخدم فيها ملح الليمون والبيكربونات، ومعانا كمان الدوني حبيبنا اللي ما بنستغناش عنه. ليه الدوني مهم في وصفات الانتريه يا بنات؟ ليه؟ لانه منعم ومعطر، فانتي بتعملي خلطه بحاجه منعمه لاقمشه الانتريه وفي نفس الوقت هتعطره، فمهم جدا ما ينفعش تستغني عنه. معلقه صغيره تمام، هاخد بيها ملح ليمون، وعليها برضو معلقه صغيره بيكربونات تمام، دوني اهي، ممكن نص معلقه كبيره، معلقه كبيره عادي يعني، هو مش هيعمل اي حاجه، هيدينا بس ريحه وتنعيم كده للقماش. معانا ايه بقى؟ ميه سخنه، ميه سخنه. ليه؟ علشان التفاعل. بصوا شايفين الفوران، التفاعل اهو. شايفين يا بنات؟ هقلبهم حلو جدا، وعايزه اقول لكم الريحه برضو رهيبه يعني. هقلبهم بقى لحد ما الدوني يدوب وكل الحاجات دي تدوب في بعضها، واشتغل بيها عادي جدا. نيجي بقى للطريقه. خلاص احنا كده عملنا الخلطات بتاعتنا الجميله اهي تمام. طيب هنشتغل ازاي بقى؟ بصوا يا بنات، في كذا طريقه. اولا حطي في دماغك انك لازم يعني تشتغلي بالراحه جدا على القماش علشان نسيج القماش ما يتاثرش وتلاقيه اتقطع. اول حاجه احنا ممكن ناخد من الخلطه بتاعتنا بفرشه زي كده، تكون الشعر بتاعها ناعم نوعا ما تكونش فرشه شعرها خشن تمام. وهنيجي عند البقع ونعمل بالراحه خالص عشان ما ناثرش على النسيج. ممكن كمان نستخدم سبونج، اي سبونج اللي هي زي بتاعه المواعين، خصصيها لغسيل الانتريه وتكون ناعمه. بفوطه مايكرو فايبر، لو مش عايزين دي ولا دي، بفوطه اللي هي المايكرو فايبر دي، وناخد من الخلطه ونحط على الانتريه وندعكه كده بالراحه.
طيب لو بقعة صغيرة مثلا معلمة او حاجة، ممكن بفرشة اسنان تكوني مخصصاها للتنظيف، بالراحة خالص تطلعي البقعة وتكملي تنظيفك عادي. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه؟ تعالى اوريكم. طيب انا قلت بقى اوريكم على الانتريه. احنا هنجيب الفوطه المايكرو فايبر او السبونج او الفرشه، اي حاجه هنبلها من الخلطه التحفه، الخلطتين اللي احنا عاملينهم، وهنبتدي ان احنا نحط على الانتريه. طيب هنحط ازاي؟ بلاش كده، بلاش رايح جاي كده، ليه؟ هنأثر على نسيج القماش، وفيما بعد هتلاقي النسيج زي اتفتت كده والقماش اتقطع وباظ منك. طيب هنعملها ازاي؟ اتجاه واحد، يا كده يا كده. تمام، يبقى نشتغل اتجاه واحد. خلاص حطينا على المكان وطلعنا البقعة وتمام. هنيجي بقى نجيب فوطة قطن، فوطة لازم تكون قطن علشان تلقط اي مية ناشفة. هعمل ايه؟ هفردها كده تمام، واحطها واضغط كده علشان تلقط لي اي نقطة خلطة ممكن ان هي تكون دخلت يعني جوه السفنج بتاع الانتريه او حاجة. وطبعا تكوني حريصة جدا انك ما تاخديش خلطة بغزارة، علشان احنا عايزين يعني زي ما قلت لكم الانتريه مش بيتنشر، فمش عايزين نملاه مية او خلطة. خلاص كده لقطنا اي خلطة او اي مية. هبتدي بطرف الفوطة التاني الناشف بقى هبله مية نظيفة، مية نظيفة، واعصره كويس جدا، وابتدي ان انا امشي برضو كده في اتجاه واحد. اشيل بقى ايه؟ اثار الخلطه، ما احنا ما ينفعش نسيب الخلطه على الانتريه وخلاص كده احنا نضفنا، لا، نشيل اثار الخلطه اللي احنا نضفنا بيها، وارجع تاني برضو بالراحه كده بحته ناشفه. ابتدي ان انا يعني زي اطبطب كده على الانتريه وانشفه كويس جدا. كده احنا نضفنا الانتريه وتخلصنا من بقايا الخلطه، وحافظنا على نسيج القماش بتاع الانتريه ان هو ما يتبهدلش. احنا بننضف مش بنقطع في الانتريه. بس كده يا بنات، خلص الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تجربوا الخلطات دي وتكتبوا لي في الكومنتات عملت ايه في بقع الانتريه اللي عندكم. واستنوني في فيديوهات تانية كتير، وما تنسونيش في اللايك وفي الشير. باي باي.